بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والمنة على نعمة الإيمان والأمن والاستقرار في مملكتنا السعودية العظمى، والتي نعيشها فضل الله ثم ظل حكومة الرشيد بقيل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. والليلة ليلة إيمانية روحانية اجتمع فيها بعض من العلماء والمشايخ والفقهاء والإفتاء، وبوجود أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة فضيلة الشيخ جبريل البصيري، والشيخ أستاذ ودكتور أحمد الرضيمان مفوض الإفتاء بحائل، والشيخ محمد بازمويل مفوض الإفتاء بمكة المكرمة، والشيخ محمد خواجي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، وذلك في مدينة العيون بالأحساء، وبالتحديد في مجلس الشيخ صالح كليب مدير الإدارة العلمية والفكرية ومدير الجمعيات والمؤسسات الأهلية للدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن الكريم، وذلك أثناء زيارتهم للمنطقة الشرقية بتوجيه من سماحة الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية حفظه الله ضمن البرامج العلمية والإفتاء، وبحضور بعض من أعيان ووجهاء ومشايخ من مدينة العيون وأعضاء جمعية خيل لتحفيظ القرآن بالأحساء. أهلا بهم مليون في مدينة العيون ولا يكفون، ونشكرهم على ما يقومون به من جهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن. شكرا لهم، لا توفيهم حقهم. محدثكم عبد الله ناصر العيد. شكرا من الأعماق. الخامس من أركان الإسلام يأتي إلى المملكة، لأن المناسك والمشاعر إنما هي موجودة في هذه البلاد، فبلادنا لها خصائص شاء من شاء وأبى من أبى، ولذلك كل مسلم أيا كانت جنسيته يحب هذه البلاد. كل مسلم صحيح الإسلام صحيح الاعتقاد يحب هذه البلاد، لأن هذه البلاد ولد فيها رسول الله ومشى على ترابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن على أرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بلاد الرسول والصحابة، هذه بلاد التوحيد والسنة. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة أن ندافع عن العقيدة. دافعوا عن عقيدتكم، ودافعوا عن وطنكم، ودافعوا عن قيادتكم، ودافعوا عن مجتمعكم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن ما جاء أحد بالتوحيد إلا عودي وأودي، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي. فالذي ينصر التوحيد والسنة لا بد أن أعداء الإسلام تتوجه سهامهم إليه، ولكنهم ولله الحمد مدحورون. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك كل تابع للأنبياء فإنه أيضا له عدو من المجرمين. ولكن انظر إلى ختم الآية عجيب: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا أي من الشبهات التي يلقيها للشبهات يهديك الله، ونصيرا يهديك الله من عدوانه. فتكفل الله سبحانه وتعالى أن يهديك من ينقذك من الشبهات وينصرك من الأعداء. هذا تكفل الله به. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه البلاد هي بلاد التوحيد والسنة والخير. الواجب على كل واحد منا أن يدافع عن هذه البلاد، لأنها مأرز الإيمان. ولا نلتفت إلى الشرق والغرب والأعداء الذين يذهبون إلى بلاد الكفار ثم يوجهون سهامهم إلى بلادنا. هذه البلاد ولله الحمد قارة، ولكن الحمد لله والشكر في أمن وطمأنينة. أنا كررت أكثر من مرة قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال لنا ذات مرة أن هذا المسجد في عنيزة اللي هي بلد الشيخ، قال لا يصلون قبل الملك عبد العزيز لا يصلون التراويح إلا بالسلاح وهم في بلادهم من الخوف. والآن ولله الحمد أمن وطمأنينة.
نذهب من نجران إلى الشمال، إلى الغرب، إلى الشرق، لا تخشى إلا الله. هذا من الله ثم من هذه الدولة. تقول من الله، أقول نعم كل شيء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن الله جعل أسباب. الأمن له أسباب والخوف له أسباب. من أسباب الأمن مع تحقيق التوحيد وطاعة الله عدم منازعة ولي الأمر، الاجتماع مع ولي الأمر، عدم المنازعة، هذا السبب للأمن. كما أن المعاصي والتجرؤ والتمرد على الحكام سبب للخوف. ونحن نعلم أن بلقيس امتن الله عليهم بلدة طيبة ورب غفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكن لما عصوا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وملوا النعمة، قال الله عز وجل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. فيا إخوان، الأمن له أسباب والخوف له أسباب. من أسباب الأمن لزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين وعدم الفتن وعدم الإثارة وعدم الالتفات إلى دعاة الشر والضلال التي ذكرت لكم في الحديث، دعاة على أبواب جهنم، الذين يسجلون مقاطع ويرسلون ضد البلد وضد ولاة الأمر وضد الكذا وضد، ويصفون أنفسهم بأنهم مهاجرين. يا سبحان الله، تهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر؟ ما عرف هذا في التاريخ. الصحابة الذين هاجروا الحبشة هاجروا لأن البلد كان ليس بلدا إسلاميا آنذاك ولا يستطيعون الصلاة والعبادة. فلذلك الواجب أيها الإخوة ألا نلتفت إلى دعاة على أبواب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من سمع بالدجال إيش فلينأ عنه. الدجال المسيح الدجال، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن مكتوب بين عينيه كافر وأن عينه كذا، يعني فيه علامات، ومع هذا قال من سمع به وين فلينأ عنه، يهرب منه ولا يقول أنا أخشى. الآن في دجاجلة الإنترنت ودجاجلة في المقاطع ودجاجلة يكذبون. ليس كل ما يطرح في الإنترنت سيء، بل فيه جيد، لكن هناك أناس يرسلون مقاطع ومعلومات ومضللة ومثيرة للناس. علينا أن لا نلتفت إليها ولا نسمع لها، بل علينا أن نكون ضمن الوصية النبوية. ما هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإمام المسلمين هو الملك سلمان الله يحفظه، وجماعة المسلمين هم كما قلت لكم المواطنون في هذه الدولة المباركة في رقابهم بيعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لهذا أنا بناء على رغبة الشيخ صالح هذه الكلمة وأنا قلتها، وأعلم أنكم تعرفونها وأكثر منها وخير منها، لكن هي مشاركة، وأرجو أني ما أطلت، ولعلي أكتفي بهذا يا شيخ صالح، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عطرت المجلس. الله يكرمك. نرحب بصاحب الفضيلة على الشيخ جبريل، عضو هيئة كبار العلماء في هذه المملكة المباركة، مملكة التوحيد والسنة. ولعل الشيخ احنا شدينا شوي وكثرنا الطلبات وعانها الله علينا، ولكن هذا حال العلماء. الله أكبر. نعم. فننتظر من كلمة فضل الشيخ في هذا المجلس اللي حرصوا على اللقاء بأصحاب الفضيلة جميعا. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله الجميع وبارك في الجهود ونفع بالأسباب وبارك في الأعمار والأعمال. وهذا المجلس
بما يضمه من هؤلاء الفضلاء، يضم نخبة من نخب المجتمع لها من المكانة والقدرة في الأثر والتأثير. وهذا استدلال على هذا الظن، استدلال عليه بحال المضيف، فإن السنن جارية والعوائد قاضية، أن الناس تجتمع على مؤتلفات وعلى مشتركات. صاحب المجلس معروف لديكم ولدى الجميع حرصه إن شاء الله على المنهج السلفي الذي ولله الحمد هو الدعامة الرافعة والقاعدة الأساس التي تأسست عليها هذه الدولة المباركة منذ 300 عام. والحقيقة المذهب السلفي موروث في هذه المناطق، موروث من قبل أيضا. والمذهب الحنبلي، أنا قلت الحنفي ولا الحنبلي؟ أي الحنبلي. والمذهب الحنبلي من فضل الله عليه على نقول على مؤسسه تجوزا، لأن الإمام أحمد رحمه الله ما اتخذ الأسلوب الذي ممكن يستدل به على أنه مؤسس. وكذلك جملة الأئمة الأربعة، كان الأئمة الثلاثة رحمهم الله كان لديهم تلاميذ يعنون بفقههم، تلاميذ الإمام أحمد. على كل حال هذه جزئية أخرى. الحاصل أن من فضل الله على مؤسسه وعلى أتباعه، ولا سيما الطبقات الأولى، أنهم مشوا على منهج الإمام في الأصول والفروع، في العقيدة والفقه. وتسلسل هذا الاجتماع، لم ينفصل انفصالا كاملا تاما في جميع الأقاليم كما كان في الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة سلفيون رحمهم الله، سنيون، أهل السنة بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فعامتهم هم وأتباعهم منهم، لكن المعنى الخاص. أما الأتباع فانفرقوا من بعد يمكن الطبقة الثانية من كل مذهب أو الثالثة، صار جانب المعتقد في جهة وجانب الفقه في جهة. بقي للأئمة الأربعة الفقه، كان الأجدر أن يبقى لهم العقيدة والفقه، وإذا فيه نقص يقع في الفقه، لكن نقص في الاتباع أقصد، مو في ذات الفقه، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فوقع الانفصال في العقد، فصار أتباع المذهب الحنفي أكثرهم ماتريدية، وأكثر الشافعية أشعرية، والمالكية مترددون بين الأشعرية والسلفية على قلة. أنا هنا لا أقوم مذاهب، أنا أبين تاريخ فقط. أرجع لموضوعنا. فالمذهب الحنبلي وقع فيه انفصال قليل في أشخاص، لم يقع في الجمهور العام الأتباع الذي أقرب إلى الأميين، ولم يقع في العلماء الرؤوس الكبار. فتسلسل هذا الاتفاق
حتى ورثه آل تيمية. آل تيمية مجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين، وابنه مجد الدين اسمه عبد السلام، وابنه عبد الحليم، وحفيده أحمد شيخ الإسلام. إذا أطلق شيخ الإسلام اللي هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ورثه دمشقيون وعراقيون ومن أبناء المنطقة، وخاصة منطقة نجد أكثر من غيرها من مناطق الجزيرة. فكان المذهب الحنبلي في نجد وهو يجمع بين الأصول والفروع سواء، أهله أتبعه على هذا. فكانت السلفية ولله الحمد متأسسة ولها جذر كبير، وما حصل من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو تبع. أقصد أنه وجد ميراثا، وهذا من فضل الله عليه، وإلا هناك حنبليون كثير في وقته، لكن هو لم يحصل، يبدو الله أعلم، وأنا هنا لست محققا، لكن يبدو أنهم لم يحركوا المذهب السلفي عمليا، وإنما بقي في الكتب، ولم يعرف عنهم أشعرية عملية ولا غيرها، لكن ما تحركوا به كما تحرك به الإمام محمد رحمه الله. كما تعلمون ذهب إلى العراق وإلى الحرمين، وكما تعلمون رحلاته. فهذه الدولة المباركة ورثت هذا المنهج العظيم وأحيته قولا وعملا، وأحيته بالبيان بإحياء العلماء. فهي الوالي حقيقة يحيي الله به البلاد ويحيي به العباد ويحيي به العلماء، إذا الله سبحانه وتعالى سلك به المنهج السلفي صحيح. فيحيي الله بالوالي ثم يحيي بالعلماء، والعلماء يصيرون سببا لحياة الوالي ولا حياة العامة. وهذا مشاهد، وهذا منقول في التاريخ ومشاهد في الحس. فصارت هذه الدولة والحمد لله على هذا الأمر، ومن إحيائه انتشار المدارس السلفية والمعاهد السلفية العلمية، الأقسام العلمية في الجامعات. في الفقه الحمد لله مشت على المذاهب الأربعة، وعلماؤنا يأخذون من المذاهب الأربعة ولا يتنكرون لمذهب، بل ربما خرجوا عن المذاهب الأربعة إلى أقوال بعض العلماء. غالبا الأقوال علمائنا الغالب عليها أن تجد لكثرة الأقوال عند العلماء المتقدمين وكثرة المذاهب، قل أن تلقى قولا لعلمائنا إلا وله سلف من الأقوال وسلف من الدليل، سلف من الدليل النص وسلف من الأقوال. فعلماءنا لم يتعصبوا والحمد لله للمذهب الحنبلي، وإنما يأخذون به عندما يوافق الدليل، عندما يجدون الدليل في غيره يأخذون به. هكذا دراسات طلابهم في معاهدهم في كلياتهم إلى آخره. أما العقيدة كما تعلمون فالأصل أنها واحدة وأصل واحد، وإذا أذن بالخلاف المعتبر شرعا في بعض جزئياتها في الجزئيات الخفية اليسيرة، أما فيما هو من الأصول منها وهو الكثير فإنما هو قول واحد. وهذا الذي عناه الحديث كما فسره العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق، فذكر في العقيدة
فرقة واحدة. أما الاختلاف الفقهي لم يرد به في الحديث، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قد حصل بينهم الاختلاف الفقهي، فعرف في المسألة القولان والثلاثة لأبي بكر وعمر وإلى آخره وعثمان. فعلماءنا ولهذا ولله الحمد أتباع علمائنا في جميع مناطق العالم ولله الحمد ومدارسهم في الفقه وفي العقيدة، وتبصر الناس والحمد لله، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومن طرق الإحياء لعقيدة السلف هذه المبادرة التي نحن بصددها، وهذا الاجتماع مرتبط بها بقدر أو بآخر. والسبب الرئيس فيه هو هذه المبادرة، فإنها مبادرة تحرص على بيان أهمية الفتوى وأهمية أخذها من مصدرها المعتمد، فإذا أخذت من مصدرها المعتمد أمن التفرق وأمن الاختلاف وابتعد النزاع، وحصلت السكينة والطمأنينة للناس في حياتهم في جوانبها العملية وفي جوانبها العقدية. فهذه المبادرة ولله الحمد تسير هذا السير العظيم، تمشي على هذا المنهج الكبير، وهي خطوة على أميال طويلة قد ولله الحمد صارت وحصلت في هذه الدولة المباركة في تأسيسها الثالث وفي تأسيسها الثاني والأول، أميال طويلة في تأسيس المنهج السلفي والحرص على وحدة الأمة ووحدة المجتمع، ومنهجها العقدي والديني والدعوي والسياسي والاقتصادي كله يمشي مع الإصلاح ومع الوحدة ومع وحدة الأمة ومع وحدة الكلمة ومع وحدة الصف ومع الاجتماع. ولهذا جهود قيادتنا المباركة في جميع الميادين التي تصلح بها الأمة ويستقيم أمرها وينتظم شملها حاضرة ولله الحمد، ومدركة ومحسوسة ومشاهدة وقائم عليها الدليل القطعي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في قيادتنا وأن يوفقهم بالتوفيق وأن يعينهم ويسددهم وأن يجعلهم عزا للإسلام والمسلمين، وأن يجمع الله بهم الشمل ويوحد بهم صفوف الأمة، وأن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن يعين الجميع على كل بر، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحييك، حياكم الله جميعا. بارك الله فيك. شيخ مع الشيخ معنا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فضيلة الشيخ محمد خواجة رئيس العام. عليكم السلام، مرحبا، حياك الله، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب، بارك الله فيكم. من حيث قدومه للمنطقة الشرقية نفع الله به، نفع الله به، وحرك الجميع بخلقه قبل قوله. الحمد لله. فكسب الجميع. أما قولي نفع الله به فأريد دعاء وليس خبرا، لأن ما عندي علم سابق. وأما أنت فعندك علم فدعوت وأخبرت. ونريد منك كلمة إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بعد. أشكر الشيخ صالح على هذه الاستضافة، والدكتور راشد على هذه الاستضافة الكريمة. ما يحتاج يا شيخ. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، ونشكر معالي الشيخ على هذه الكلمات الطيبة النافعة. وأنا أقول لست أنا وأمثالي من يتجرأ بين يدي العلماء والمشايخ وأن يتكلم حتى ولو بنصف كلمة. جزاكم الله خير جميعا. ختم. الشيخ جبريل نستأذنك، عندنا تعريف بالعيون قديما لمدة دقائق إن العشاء جاهز، لكن الشيخ طارق بعد ما خرج في الإعلام جزاه الله خير
وجاتنا الاعتراضات والاتصالات، وهو والله يعينه في الردود على المعلومات اللي وردها. وبعيدا عن التعصب، احنا نريد الحقائق ونذهب مع صاحب الحق. لو اخونا اللي اورد نفزع معه بالحق، وهو كذلك علم جزاه الله خير. شيخ طارق وتعريف بالعيون من دلمون، هذا الدلمون اللي الحين عرفته. والزملاء وطلبة العلم كل باسمه ورسمه ومكانه ومحله. الحديث حقيقة عن تاريخ لا شك أنه من الأمور التي تجمل المتحدث بها، وقد يؤذي الإنسان أن لا يكون عالما بالتواريخ والأخبار والمغازي كما كان قبلنا. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتنى بها ابن إسحاق في المغازي، وأيضا في القرآن الكريم ذكر الأخبار عن الأمم السالفة ثمود وعاد وغيرها، وكذلك يعني ابن الكلبي وغيرهم ممن تحدثوا عن التاريخ. الحقيقة ما أريد الإطالة لأن العشاء قريب، وإن كان الحديث يطول جدا. جاهز؟ الحقيقة الحديث قد يطول يعني ولن ينتهي، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولا يا شيخنا؟ فالعيون إن جئنا في التاريخ فهي ضاربة في القدم إلى أكثر من 10,000 سنة، وهو عمر البشرية تقريبا. والأدلة على ذلك ليست تخمينية أو ظنية، أو هي مجرد أقاويل تشاع، إنما وجدت آثار. طبعا الدكتور عبد الله مصري أظنه حي إلى الآن، وأول من تولى المتاحف في وزارة المعارف، فعملوا مسح جيولوجي للمملكة العربية السعودية كلها، ونشر ذلك في مجلة اسمها مجلة الأطلال. طبعا هناك كتب أخرى، كتب كثيرة سواء العربية منها أو الأجنبية وبلغات مختلفة، تحدثت عن تاريخ الجزيرة العربية، وأنها من أقدم المناطق التي فيها وجود بشري. الوجود البشري يتعلق مثلا، خلينا نقول نضرب مثال وذكرته في التلفزيون في المقابلة، وهو الإنسان اللاقط. وش هو الإنسان اللاقط؟ كثيرين سألوني عنه. الإنسان اللاقط هذا الإنسان اللي نسميه الإنسان الأول، وهو الذي لم يكن يعتمد لا على الزراعة ولا على الرعي، إنما كان على ما يجده، لأن الأرض كانت كلها خضراء وكلها فيها فواكه وكلها فيها ثمار، فكان يتعلم يلتقط مما يراه، حتى بدأ باستئناس الحيوانات الداجنة، وبدأ يستفيد من الأرض حتى أصبح يعني إنسان قادر على أن يتعامل. بدأ التصحر، يقل الماء، يقل الغطاء النباتي، ثم تكون بعد ذلك الاعتماد على الحيوانات الداجنة، الإبل أو الخيل أو غيرها، فصار يرتحل من مكان إلى مكان ليجد فيه ماء ويجد فيه طعام وأكل. هذا بالنسبة للتاريخ القديم. ما بدينا للحين بس خلنا نلمح الماحة سريعة. عموما ارتباط العيون كواحة وواحة الأحساء، وهي واحة هجر، وهي ديار بني سعد من بني تميم، وضرب بها المثل النبي صلى الله عليه وسلم. أما واحة العيون فارتبطت ببني عبد القيس، وطبعا قبلهم بكر بن وائل، وقبلهم التغالبة اللي هم أول نصارى الخيام، وغيرهم من الطاسم وجديس من القبائل التي ثموديين تنوخيين وغيرهم ممن استوطنوا هذه المناطق. فكان لهم أثر في حضارات قديمة، حضارة دلمون، حضارة الجرعة، وهي من الحضارات المشهورة. بس أنا عشان ما أطول بضرب الضربة هذه وأنتم عاد استفسرون. الدكتور عبد الخالق الجنبي طبعا مشكلة حقيقية في أنه تنسب المناطق لمذاهب ليست موجودة فيها أو لم تنتشر فيها، أو هناك وجود ضيق في ذلك. الدليل عندنا مسجد أثري من صدر الإسلام، لو جيت للمنبر، طبعا بني عبد القيس أول ما جو من الجنوب استوطنوا هنا، وربطوا خيلهم في النخيل، فقالوا عرفت النخيل أصحابها. بكر بن وائل راحوا الجزيرة الفراتية، انتقلوا، من كانوا قبلهم ساكنين هنا
انتقلوا وسكن بني عبد قيس هنا، ثم انتشروا، فكان منهم بحرين هجر. البحرين هجر غرب العيون هنا، هذه كانت تصنع فيها الثياب، فلذلك ذكر الزمخشري وغيره من قال وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب نجرانية. قال الزمخشري أن نجرانية يقصد بها نجران هجر. قال الجمهور لا، هي نجران اليمن. وطبعا المسألة كون نجران هنا والذي قدم منها بني عبد قيس، وكانوا في منطقة للصناعات موجودة تصنع فيها الثياب، ونسبت أيضا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله بن خميس كان له أيضا تحدث عن هالأمر، أنا لا أطيل زيادة. هناك ملفات فيديو اللي يبغاها يقول لي وارسلها له، بيكون هناك مختصر من وأسأل الله أن يجمعنا على الخير. حفل للحضارة ولله الحمد. العيون الآن عندنا 3 مجمعات تحفيظ القرآن: جامع الأمير سلطان، وجامع الإمام محمد بن عبيد، والآن جاء لحقهم جامع عمر بن الخطاب. والحمد لله الأبناء يتوجهون إلى حفظ القرآن وإلى معرفة المنهج الصحيح من قدم، يعني من عام 1412 كنا نحرص مع الأخوة. طبعا أنا آخذهم الأخوة الموجودين جزاهم الله خير، الشيخ عادل وباقي الأخوة ينشطون في نشر المنهج التي أحسن بالعلم. والآن الجمعيات كثرت في المنطقة وستكثر بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة، بحسب ما ورد أن الرؤية تريد الجمعيات وخاصة القرآن الكريم الدعوة والعلم. ناخذ بعد من الشيخ ناصر نعيم رئيس جمعية الأحساء خير، وإن شاء الله نقلط على العشاء، وسامحني إذا أخرنا شوي، كل شوي نأخرك شوي، ولكن نستمع الشيخ ناصر كذلك في دقائق لمعرفة من أحد الجمعيات الموجودة بالمنطقة والمنطقة الشرقية ولله الحمد. عندنا طبعا الجمعيات وزارة وكل مهمة الجمعيات كلها من أجل أن الله يسلم ونتعاون الحمد لله مع الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا تابعا لنا ولا محبا لنا شقيا ولا محروما. أشكر الشيخ صالح على هذه الدعوة، كما أشكر مشايخ الأفاضل، وأعتذر منهم على أن أتكلم بحضرتهم، ولكن تلبية لطلب الشيخ صالح عن تعريف بجمعية خير. فقد أنشئت جمعية تحفيظ القرآن والمسمى مختصر خير عام 1402، ومن ذلك الوقت وهي ما شاء الله تشارك حتى في مسابقات دولية، وقد حظيت بالمراتب الأولى حتى على مستوى العالم في مسابقة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. قد حازت يعني أحد طلابها الشيخ عبد الله الحواس على المركز الأول على مستوى العالم، وكذلك حظى الشيخ إبراهيم التنم بقية أيضا الحفاظ على مراتب عالية. تهتم جمعية خير بتعليم القرآن، وهي أول الجمعيات التي نشأت في الأحساء. اليوم ما شاء الله كنا في احتفال في تكريم أو 4 حفاظ أو 5 حفاظ في حلقة واحدة من الحلق المركزية الذي ذكر عنها الشيخ صالح. وحلقات مركزية عبارة عن حلقة تحتوي على مجموعة من الحلق. على سبيل المثال حلقة جامع السلطان بن عبد العزيز رحمه الله تحتوي على 10 حلق في مسجد واحد، وكذلك الحال في يعني على سبيل المثال جمعية أو حلقة سلطان خرجت خلال 3 سنوات الماضية 18 حافظ. هذه حلقة واحدة في مدينة العيون، ناهيك عن بقية المناطق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حريم عندكم فيهم دور؟ بلى، عندنا حلق أيضا نسائية. هذا أهم شيء، هم أهم من الرجال. لا عندنا ما شاء الله عدد الحافظات أكثر من عدد الحفاظ. أي والله بعضهم طلعت البيت أصلا. أي لا صحيح. أقول الآن
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والمنة على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نعيشها هنا في السعودية العظمى، بلاد الحرمين الشريفين، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي سمو الوكيل الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وأبقاهم. واليوم ليس أقول ضيوف بل أقول أهل المنزل، أتونا من بلد الكرم والضيافة، بلد العز، من حائل. أهلا وسهلا بك دكتور أو أستاذ جامعي أحمد، ليعطينا نبذة بسيطة عن هذه الزيارة وما هي الزيارة، مشكورا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الزيارة التي تشرفت بها المنطقة الشرقية بصفة عامة ومنطقة الأحساء أو محافظة الأحساء، والآن نحن في العيون، هذا البلد الطيبة. نحن أتينا بتكليف وتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومعالي نائبه للشؤون التنفيذية معالي الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، الذين وجهونا أن نأتي إلى هذه المنطقة وغيرها من مناطق المملكة بهدف الوعي في برامج إفتائية وبرامج علمية في جميع مناطق المملكة. ونحن الآن في هذه المنطقة العزيزة الغالية علينا، منطقة الخير من المنطقة الشرقية، وبالذات الآن نحن في العيون. الحقيقة أقمنا برامج في عدة قطاعات مدنية وعسكرية وفي المساجد، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. ونحن الآن في هذا الجلسة، نحن الآن عند الأخ الشيخ صالح الكليب جزاه الله خير، الذي أكرمنا الآن في هذه المناسبة في هذا العشاء في بيته، ومع أهالي العيون الذين حضروا هنا. وأيضا ألقينا كلمة في هذا الاجتماع، وكانت الكلمة عن الوصية النبوية تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا شك أن هذا ولله الحمد موجود عندهم، لكن نحن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها ورخائها، ويحفظ قيادتها خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم توفيقهما إلى الخير، إنه على كل شيء قدير. شكرا لك، وكلمة شكرا لن تفيك حقك الله يبارك على ما قمت به من هذه الزيارة الميمونة المباركة التي تنفع بها إن شاء الله المواطن والمواطن والمقيم، وكلمة قيمة. جزاك الله يعطيك العافية وشكرا. يعطيك العافية.